مشتريات الأسبوع النهارده، كل أسبوع وأنتم طيبين، وإن شاء الله النهارده الفيديو تستفادي منه بأكبر معلومات بإذن الله عن التوفير، وعن المشتريات كمان بالأسعار، ويالّا بينا كده نسمّي الله ونصلّي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. وحشتوني من آخر فيديو عملناه مع بعض يا بنات، إزيكم عاملين إيه؟ يالّا بقى كده نبدأ روتين تشجيعي تحفيزي كده في بداية اليوم، عملت كوباية قهوة بلبن وشربتها والحمد لله، وقُمت كده على المطبخ شطّبته ونضّفت المواعين وغسلتها وخلّيت الحوض زي الفل عشان لمّا أنزل أتسوّق وأشتري مشترياتي أنا باحب أغسلها وأضبّطها كده وأحطها في منظمات وأحطها على رف التلاجة، بتنفعني جدًا وبتقعد معايا لآخر الأسبوع ما شاء الله اللهم بارك تحفة وبتبقى نضيفة وزي الفل، حتى لو الولاد حبّوا ياخدوا حاجة، حبّوا ياكلوا حاجة بيلاقوها نضيفة ومغسولة الحمد لله معوّداهم على كده من زمان. فاللي تلاجتها الحمد لله رب العالمين كويسة تعمل كده، واللي تلاجتها بتبوّظ الحاجة وتحس إن هي لمّا بتغسلها الحاجة بتبوظ فيها، فما تعملش كده طبعًا، وتحاول تحافظ على الخضار والنعمة لأكبر فترة ممكنة، تشوف تلاجتها بتحافظ عليها إزاي وتعمل المطلوب منها. هنا كده أنا باغسل شوية المواعين معاكم، ونزلت كده اتسوّقت جِبت شوية حاجات كده للسوق من السوق خضار وكده معايا كوسة أهيّة متقوّرة، أنا بصراحة لقيت الست مقوّراهم كده زي الفل يعني، الكوسة أصلًا ب20 وبتقويرها ب25 فجِبت كيلو كوسة كده متقوّر ب25 وده كمان كيلو بتنجان متقوّر كان البتنجان ب15 فادّيتهوني ب20 جنيه يعني جِبت كيلو برضه متقوّر ب20 جنيه. الأسعار على حسب بقى كل منطقة بتختلف عن التانية، أنا هنا منطقتي فالمهم إن دي الأسعار المتواجدة فيها، وجِبت البطاطس، البطاطس كانت ب12.5 وفي ناس بتبيعها ب10 بس بصراحة دي أحسن رملية كده وحلوة وجميلة، فقُلت إن أنا أجيب حوالي كيلو ونُص كده خلّيتهم في البيت، خلال الأسبوع ممكن إن أنا أحمّر منهم جنب أكلة، لو هاعمل أكل شعبي، وممكن كمان أعملها زي صينية بطاطس كده وجنبها شوية رز بشعرية وبتنجانتين مخللين من غير لحوم ومن غير فراخ، وبتمشّي اليوم وبتبقى زي الفل والولاد بيحبوها جدًا. وجِبت الطماطم، الطماطم هي اللي مجنونة شوية، أسعار الطماطم بقت مجنونة، الطماطم ب20 وب25 أنا جايباها ب20 الطماطم اللي قدّامكم دي جميلة جدًا وحلوة ما شاء الله اللهم بارك، والأسعار جميلة وكويسة، وإن شاء الله بإذن الله الشتا داخل علينا بخضاره وحاجته جميل جدًا، والأسعار فيه بترخص شوية عن الأسعار الحالية، إحنا بس عشان بننقل من فصل لفصل يعني من فصل الصيف لفصل الشتا بيبقى الأسعار ما بينهم بتعلى أوي، وده كده مايونيز سايب جِبته كنت شارية المايونيز السايب ده النُص كيلو ب25 جنيه يعني الكيلو ب50 جنيه، فأنا كنت جايبة النُص كيلو ده على ربعين ب25 جنيه، بصراحة بيبقى أحسن وأوفر كتير من اللي أنتِ بتشتريه الأزايز، ده باجيبه من السرجة باروح أقول له أنا عايزة نُص كيلو على ربعين بيدّيهم لي وبيبقى طعمه جميل جدًا على فكرة، لإنه بيبقى شركات وجراكن معروفة بيدّيكِ منها، جراكن كبيرة بيوزن لِك منها. وده كده نُص كيلو رز بسمتي، الرز البسمتي بيبدأ عندنا من حوالي 60 جنيه لحد وأنتِ طالعة 90 بقى و100 والكلام ده، فأنا جِبت الوسط جِبت دوّة ب75 جنيه جِبت نُص كيلو، الكيلو كان عامل 75 يعني، فجِبت نُص كيلو كان ب32.5 أو 35 تقريبًا. دي زبدة بقى زبدة مش بلدي ومش نباتي، الزبدة دي إيه، زبدة مخلّطة بس بصراحة كان طعمها حلو جدًا وجميلة وبتنفع في الأكلات والوصفات الحلو والحلويات والحاجات دي بتبقى تحفة، تحفة، تحفة والمعجنات كمان بتبقى خطيرة. كنت جايبة النُص كيلو اللي قدّامكم ده كنت جايباه ب60 جنيه. آآ الشتا بقى وجماله وزرعاته الحلوة كده البرتقان. ما شاء الله البرتقان جميل جدًا، آآ نازل ب25 جنيه، فأنا جِبت 2 كيلو بال50 جنيه تحفة جدًا، هو طبعًا غالي شوية عشان لسه نازل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما ننساش ندعي لإخواتنا بالنصر، ربنا إن شاء الله يثبِّت فرحتهم يبعد العدو عنهم يا رب العالمين، وينصرهم نصرًا عزيزًا مقتدر، اللهم آمين يا رب العالمين، ويثبِّت فرحتهم ويكتّر أفراحهم يا رب العالمين.
ويرجّع لهم بلدهم أمنًا آمنًا مستقرًا ويرجّع لهم كده أرضهم زي الأول وأحسن يا رب العالمين. هنا كده كانت جوافة معايا، وطبعًا الجوافة ب25 جنيه وب20 جنيه، فأنا كنت جايبة 2 كيلو بال50 جنيه كانت حلوة جدًا. 20 لقيتها بتاعة عصير، فأنا كنت جايباها للأكل، وده كده جمبري اللي هو بتاع الرز السمك، وبتاع أنا بصراحة باجيبه لمّا بالاقيه في السوق باجيبه عشان أعمل عليه شوية ملوخية كده بيبقى تحفة وطعمها بتبقى زي العسل. وباعمل جنب منها كده شوية بتنجان مخلل وشوية رز بالشعرية وبتبقى أكلة جميلة جدًا. جِبته بكام؟ جِبته ب35 جنيه الربع كيلو اللي قدامكم ده. حاجة كده اللهم بارك، وبتبقى وجبة كلّها بروتين ومشبعة وتحفة جدًا. يعني حاولي تدخّلي الحاجات اللي هي أسعارها قليلة دي وبرضه بروتينها بيبقى عالي والكالسيوم والحديد بتاعها بيبقى عالي. يالّا بقى نغسل الحاجة معانا مع بعض كده، خضارنا وحاجتنا ونضبّطها بقى في المنظمات ونشوف هنعمل إيه تاني. أنا بقى في الحتّة دي بقى هاسيبكم تتفرّجوا وأقول لكم على شوية أفكار حلوة أوي للتوفير يا جماعة، ولكل سِت بيت مطحونة في بيتها. أنتِ طبعًا مطحونة بتصحي من النوم بتجري ورا نَفْسِك، بتجري ورا مسؤولياتِك، ما أنتيش عارفة تلاقي وقت لنَفْسِك خالص، بتبقي مضغوطة، الولاد وأيام المدارس عايزين يرجعوا يلاقوا الأكل، عايزين يرجعوا يلاقوا الغدا، عايزة كل واحد وراه درس، عايزة تنجزي أنتِ يومِك. كل ده هتعمليه إزاي؟ هتعمليه بإنِّك تصحي بدري. يعني تنزّلي ولادِك المدرسة ما تناميش تاني، صدّقيني والله. النوم تاني ده هتلاقي نفسِك أنتِ مكسّلة بعد كده، مصدّعة، قايمة مقريفة، ما أنتيش ضابطة يومِك، قايمة بتجري ورا نفسِك، مش لاقية وقت إنِّك تعملي حتى وقت لنفسِك نُص ساعة في اليوم تاخدي هُدنة كده من الحياة ومشاغلها، وتاخدي هُدنة كده تعملي لِك كوباية نسكافيه، كوباية قهوة، كوباية السعادة زي ما بيقولوا، وتقعدي كده مع نفسِك في هدوء تشربيها وتذكري الله يعني شوفي أنتِ بتحبي إيه واعمليه في الوقت دوّة. إنما ما تضغطيش نفسِك وتفضلي تجري ورا نفسِك في اليوم عشان أنتِ صاحية متأخر. لأ بالعكس، أنتِ لمّا بتصحي بدري وتودّي ولادِك للمدرسة وتتسوقي بقى وأنتِ راجعة كده تشوفي أنتِ عايزة إيه أو هتعملي لو بتجيبي الأكل يوم بيومه. وطبعًا هنا هارجع لكم تاني في كلامنا. طبعًا هنا دي غدوة كده جميلة أوي وسهلة وبسيطة وسريعة وطعمها زي العسل. جبت بطاطسايتين على طماطمايتين على بصلاية على قرنين فلفل ألوان بقى وأخضر وحامي وفصين توم وليمون وخل وكمون وطبعًا ضبّطت الخلطة دي كلّها كده في البطاطس والطماطم والفلفل. والسمك كنت غاسلاه ومقطّعاه كده زي ما أنتم شايفين التقطيعة دي، السمكية على 3 أو 4 البولتي. وطبعًا غاسلاه زي الفل ومحدّقاه متبّلاه وهابتدي أرُصّه معاكم في الصينية دي مع شوية زيت مع معلقة صلصة، وبادخّله الفرن لمدة نُص ساعة بيطلع بالجمال اللي هتشوفوه دلوقتي. أكلة كده مُعتبرة ممكن تعملي جنب منها شوية رُز أبيض أو شوية سلطة وعيش تغمسوها بالعيش أو ممكن كمان شوية رُز صيادية وبيبقى أكلة اللهم بارك تحفة، تحفة، تحفة يا بنات. وده كده من كيلو سمك واحد ب100 جنيه عملت الصينية الوليمة دي وما شاء الله اللهم بارك، كانت أكلة مشبعة جدًا والكل الحمد لله كَل وبقى زي الفل واليوم عدّى على بركة الله. وحاولي كده قبل ما تنزلي كمان السوق وتتسوقي تشوفي تلاجتِك فيها إيه. يعني تلاجتِك ترجعي لها كده لمّي النعمة تلمِّك. كانت أمي الله يبارك في عمرها يا رب ويبارك في أعمار أمهاتكم جميعًا ويديها الصحة، تقول لي كده لمّي النعمة تلمِّك وتبارك لِك في يومِك وتبارك لِك في رزقِك. يعني طول ما أنتِ شايفة لقمة عيش ما ترميهاش. ترميها إمتى؟ لمّا تلاقيها باظت، عفّنت، فأنتِ مش محافظة خلاص بقى دي كده انتهت وسمّي الله في الزبالة وارميها. وغيرِك بقى بياخدها للطيور، كمان الكلاب اللي في الشارع، للقطط، هم بياخدوها ياكلوها. عزّكم الله بتحطيها في كيس كده وترميها جوّه عزّكم الله الباسكت بتاع الزبالة. أمّا بقى اللقمة اللي تلاقيها كويسة حافظي عليها لآخر فترة ممكنة عندِك، تحطيها في كيس وفي الفريزر، مجرد ما تطلّعيها تسخّنيها هتبقى زي الفل وترجع معاكِ طازة تاني وتغمّسي بيها أي أكل عندِك. برضه قبل ما تنزلي تتسوّقي راجعي على تلاجتِك وراجعي على الخضار اللي موجود فيها، راجعي على ذرة في الخزين لو أنتِ نازلة تجيبي الخزين بتاعِك بتاع البيت، المكرونات، الشعرية، الرز، المكرونة، الزيت، السكر، الحاجات دي بتراجعي عليها تشوفي عندِك إيه والباقي إيه هينفع تمشّي بيه أسبوع كمان وبعدين تشتري جديد ما فيش أي مشكلة. العدس، البقوليات، الحاجات دي كلّها. برضه تراجعي على المنظمات بتاعتِك لو أنتِ بتحطّي الحاجات دي في منظمات تشوفيها كده عايزة تتغسل، عايزة تتمسح بفوطة وشوية مَيّة ومعلقة خل وتنضّفيها كده من برّه. طبعًا إحنا مش بنغسل الحاجة دي كل يوم، إحنا بنغسلها كل شهر وبنضبّط حاجتنا كده المشتريات بتاعتنا وبنخلّيها زي الفل.
وطبعًا هنا الصينية أنا جهّزتها معاكم زي ما أنتم شايفين، وهابتدي بقى أدخّلها على فرن سخن درجة حرارة 200 ولحد ما تستوي معايا على الشبكة في الرف الوسطاني من غير شواية ومن غير أي حاجة، هتخرج بالجمال اللي أنتم شايفينه ده، حاجة كده اللهم بارك وكانت ريحتها جايبة لآخر الشارع. فأنا باقول لِك حافظي على النعمة يا بنات، حافظوا على النعمة، أي لقمة في بيتِك حافظي عليها، أي خضار في الباساكت بتاعة الأسبوع اللي فات شوفيها وراجعي عليها، لقيتِ قرنين فلفل مش محتاجاهم دلوقتي ومثلًا دبلوا كده شوية بس مش بايظين، قطّعيهم وحطيهم في كيس وحطيهم في الفريزر. أي تشويحة كبدة بعد كده، أي طبخة محتاجة فلفل هتطلّعيهم تحطيهم على طول وهُم متفرّزين مجمدين زي ما هُم كده. طماطميتين مش محتاجاهم ودبلوا كده تقومي مقطّعاهم كده مكعبات صغيّرة وحاطّاهم في كيس في الفريزر، هتطلّعيهم لو أنتِ هتعملي شوية فول بقوطة، هتطلّعيهم مع فصّين توم وهتحطّيهم على فصّين التوم في الحلة وهتعملي أحلى شوية فول بقوطة، وأحلى أكل هتعمليه بالطماطميتين اللي أنتِ كنتِ عايزة ترميهم عشان ابتدوا يتبلوا. ما ترميش حاجة يا بنات، الدنيا دلوقتي غلا والدنيا دلوقتي بُصّوا كل حاجة الحمد لله رب العالمين، ربنا يستر بيوتنا جميعًا ويجعلها كده عمرانة بالستر والصحة والخير والبركة والرزق الحلال، اللهم آمين يا رب العالمين. وإذا وصلتِ معايا لحد هنا ما تنسيش كده تصلّي على النبي في التعليقات، وتكتبي لي كده comment من إيديكِ يفرّحني، ما تستخسريش فيّا اللايك، واشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك منّي كل جديد بانزّله. وتشجيعًا كده ادعموني يا بنات عشان أنا عايزة أستمر معاكم والله، بس بصراحة الفيديوهات بالاقيها واقعة في المشاهدات والاقيها واقعة في اللايكات، فبصراحة باحس كده إن أنا يعني ما فيش قبول تقريبًا ما بيني وما بينكم بقى يعني فنفسي كده اللي حابب فيديوهاتي واللي حابب الاستمرارية بتاعتي يشجعني باللايك ويشجعني كده بتعليق كومنت كده قمر من إيديكِ، وده منظر الأكل بتاعنا، وتشتركي بالقناة وتفعلي زر الجرس عشان أنا محتاجة دعمكم. عشان أتشجّع كده وأقدّم لكم كل ما هو جديد في عالم الروتين والأكلات والطبخات والتوفير والاقتصاد، وكمان عندي فيديوهات حلوة أوي لحصّالة رمضان وفيديوهات لرمضان عامةً وخزين رمضان، حلو جدًا. شايفين منظر السمك؟ حاجة ما شاء الله اللهم بارك حلوة، حلوة، حلوة. طبعًا ما تضغطيش نَفْسِك في يومِك، حاولي كده تقسّمي، اللي ما اتعملش النهارده يتعمل بُكرة، ما تهمليش بيتِك بس مش معنى إن أنا أبقى لازمًا أبقى كل حاجة مثالية، لأ بالعكس، أنتِ لو قسّمتِ وقتِك في اليوم وأنتِ بتصحي بدري، هتلاقي كل حاجة بقت مثالية حواليكِ وضبّطتِ دنيتِك، ومش كل يوم أشيل وأمسح، مش كل يوم أهِد في صحتي، صحتي دي هاتحاسب عليها، برضه ما تهمليش بيتِك، يعني في النهاية خير الأمور الوسط، وازني الدنيا كده، وما تبقيش إنسانة لوّامة تفضلي تلومي في نفسِك أنتِ ليه ما عملتيش ده ما عملتيش ده وما خلصتيش ده وما خلصتيش ده، لأ بالعكس. دخّلي السكينة كده والفرحة في بيتِك بالصلاة، بالذكر، بالقرآن، بيتِك يبقى مهندم كده ومرتّب على أكمل وجه كده من على الوش، كل أسبوع شيلي الشقة مثلًا، كل 10 أيام شيلي الشقة وادّيها مسحة، أسبوع 10 أيام ادّيها مسحة وترويقة كده برشة ملح، حاجات كده تدخّل الطاقة الإيجابية وتطرد الطاقة السلبية، شغّلي سورة البقرة في بيتِك كل يوم كده الصبح والولاد كده في المدرسة شغّليها واشتغلي عليها كده. ابدئي ضبّطي أمور بيتِك، وابدئي ضبّطي دنيتِك، هتلاقي الدنيا واليوم معاكِ عدّى زي الفل. وكنتم مع يوميات دودي، وانتظروني في فيديوهات عن الروتينات والأكلات والوصفات والتوفير جديدة، مع السلامة.